على الموضوع هذا. والله شوف، صلى على رسول الله. اللهم صل وسلم. احنا عندنا دستور غير مكتوب عند الرشاينة، محفوظ ومطبق. محفوظ كعادات وتقاليد. احنا الضيف نقسمه 3 قسوم: ضيف عادي، نعم، وضيف ثقل، وضيف ناصي. يا سلام، خلينا نفصلها. طيب، الضيف العادي اي ضيف عادي، يعني معروفه هذه، ما في اثنين ثلاثه، ادنى بيت يدخل فيه. نعم. الناصي يقول انا ابغى فلان، ولا يعزم الا من بيت فلان. اها، يعني وصل عند فلان خلاص، اللي هو يكون خلاص بعد، ولا تعزم الا بعد رفع يده. ولكن اذا جات مره وقفت وقالت معزبي فلان غايب ويعزمكم، قبل لا يقولون إلها. سبحان الله. وهذا برضه من تقدير المرأة واحترامها برضه بين القبائل. والله هي مش يعني، أنا ما أدري، يعني هي عادات كذا. هي عادات، نعم. تجي ورا البيت وتقول الكلمة هذه. الضيف الثقل يسمونه الثقل، نعم. إما بعائلته مع عائلة، أو شيخ قبيلة، أو زعيم، أو قاطع بحر، يعني إنسان جاي من ديرة غربة. نعم، خطرة. أيوة. أو إنسان انقطع صيته وجاء الآن، يعني غائب، حسب المفقودين. اي نعم، هذا يسمونه ضيف ثقل. ضيف ثقل. نعم. وضيف الثقل تعرفه كيف زمان؟ كيف؟ أنت ما تعرفه. لا. تلقى فيه رفق البعير ورقبته يحنونها، اللي قبلك تعزم عنده يحنونها بدم الشاه اللي ذبحوها له. هذه من المواري اللي توريك إياها أنه منهم. يا سلام. يعني ضيف ثقل. ايوه، يصير علامة معروف. ايوه، هذه من الحاجات زي على مطيته اللي جاء عليها. نعم. عندنا العاني. هي العاني معروف طبعا. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء الوحي، يوم جاء إلى خديجة قالت له لا تخف، أنت تحل العاني وتكرم الضيف. نعم. فالعاني عندنا طبعا عندنا ال6 المنجيات. ايوه. واحد لو قتل بنادوي او حصل له شيء يدخل البيت ما تسلمه الا حق 6 ايام، يا يسلم الرجال هذا لهله، يا يطلع، يا خارجه، بس 6 ايام هذه ما تجي انت. طيب، عندنا حرمة البيت. حرمة البيت او محارم البيت قدام البيت. البيت طبعا هو خيمة ولا يعني. نعم. جذعتك بيمينك قدام. رمية الحصاة او الحجر. حجر. اي. وعن شماله جذعة باليسار. اقل شوي. أي. وعن اليمين جذعة باليمين. باليمين. دائما البيت مقسوم قسمين، نص فيه النسوان، دائما مشرق تعرف انه حق الرجال. الرجال، نعم. والمغرب حق النسوان. طبعا بنية البيوت زي كذا. نعم. بنية البيوت دائما. هذه من العادات والسوالف اللي موجودة وما زالوا الناس عليها، طبعا رغم انها جات البادية شوية تغير. نعم، لكن هذه العادات اللي موجودة عندكم. وهذه تقريبا نفس العادات الموجودة عندنا. نفسها إيه، في المملكة وفي القبائل الموجودة في المملكة. طبعا احنا هناك عندنا حكم البادية العاني. إيه؟ لأن ما في شرطة، ما في شرطة عشان تقضب المجرم هذا وتحطه. صحيح. ولكن يقول لك في وجه فلان ما تسوي شيء. خلاص، وجه فلان هذا حتى ينتقل للمحكمة، حتى ينتقل إلى حكم بينهم. طيب، باقي الآن الأحكام اللي يسمونها أحكام القبائل العرفية موجودة ما زالت إلى الآن. لأنها دائما قضاياهم تحل عرفيا. عندهم قضاة اللي هو شبيه بالصلح. عندهم قضاة الآن. طبعا الرشايد عندهم 3 قضاة. أنا ودي انك تذكرنا فيهم. تذكرهم لنا. والله شوف، لا قضاة البراصة، قاضي البراصة اللي هم في دحيان. اللي هو دول القاضي علي القاضي وعياله هذا اللي هم. نعم. في الزنيمات برضه عندهم قاضي، عندهم قضاة، دول قضاة يسمون. نعم. في البراطيخ دول شلب الله، دول القضاة حقين. يعني أنت في ال3 قضاة قد تختار واحد
يحق لك. ايوه. وفي عندنا حاجه اسمها رزقة الباطل. ايش هي هذه رزقة الباطل؟ عرفنا. مفرض واحد دائما يدعي عليك ويدعي على هذا ويدعي على هذا. اي صح. عرفت ولا لا؟ ايه. حق مشاكل. ايوه. يقول له هات رزقة الباطل، يحطها سيف ولا شيء ولا حاجه يحطها. إيه. ما ادري حجه ما حجه في اللجنه ياخذونها منه هذه عشان يتأدب. إيه هذه يسمى عندنا معدال. هي معدال. هي ضامن مثل ضامن. ضامن. طيب فيه المعدال عندنا الضامن، يعني انت فلان تبتدعي تحط معدالك عند شخص. ايوه. انا ادعي، انا اجيب ضامن. نعم. معدال وانت تجيب ضامن وندعي عند القاضي، بعد كذا احنا خلاص طلعنا اللي يدفع الضامن. ايوه. ايه طيب الارتحال من منطقه لمنطقه باقي الان عندكم اللي هم البدو الرحل موجود الان عندكم؟ نعم. يعيشوا ناس عايشين في البر مع ابلهم مع غنمهم الى الان. نعم طبعا. كباديه يعني. اي باديه. انا طبعا عملت دراستي عنهم. ايوه انا ودي عن الرشايده. في كتاب لك مرة. ايوه عن الاكلوجيا عن الرشايده طبعا. يعني من كلمات اقول لك مثلا يعني ممكن تكون معهم الصبح، يعني صبحيه معهم في فريق، انت في الفريق الصبح. طبعا الصبح تسمع في واحد اسمه ويليام يانغ كتب عنهم كتاب. كان امريكي جاء وعاش وسط الرشايده. نعم. انا كنت في الثانويه كنت عاصرته، كنت امشي معه اترجم له فكتب عن الرشايده. يقول حتى مره انا ترجمت له غلط، يعني اني ما يعني حنا الصبح وعندنا هو عنده عجوز ام نجيب الله يرحمها. حنا في المدرسه جايين ومرحين عندها، وتعرف حنا الصبح بيقعدنا بدري، الصبح بدري بيسمع كل شيء. العجوزه تقول يا عيال اصبح الصبح يا مشرق الشمس يا فارض الخمس. الله اكبر. يقول لي وش هي فارض الخمس؟ قلت له الخمسه هذول الاصابع. انا ما كنت اعرف هالصلوات يعني في وقتي هذاك صغير وما اعرف وانت اتخارج منه. فكتبها اني انا غشيتها او قلت له كذا عشان يعني هو انتبه للموضوع. انتبه هو. بعدين سال ناس اخرين. ايوه. فحياتهم الصبح بدري طبعا هي الصلاه، ثم شبة النار، ثم القهوه، ثم الريوق. ايوه الفطور. ايوه ريوق بدري. ثم يسرح الحلال. يقول لك خلاص احنا سارحين معناها الصبح. يعني لو في واحد عامة عندهم يقول لك احنا مثلا تصبحنا، شراب اللبن الصبح صبوح. نعم. شربها في الليل غبوق. نعم. يعني معناها في الليل يعني. ضوت معناها هلبل ضوت جات في الليل. سرحت معناها الصبح روحت. صحيح. فيعني كلمات يعني حتى هي من صحيح من موروث برضو اللغة يعني العربية الفصيحة. يعني الغبوق فيه الحديث أو فيه الرواية اللي يقول وهل أقتل من شارك مهللا في غبوقه. فالغبوق هو صدق الحليب في المساء وفي الليل. طيب أبو عبد الله، أنا ما ودي أنسى شيء، لكن فيه برضو نقطة في موضوع الفروقات ما بين الثلاثة إدارات ذكرتهم. من يعني مثلا في اللهجة يا أبو عبد الله، وحنا نمون عليهم الرشايدة نعزهم ونقدرهم ونحبهم. ما يمكن شوف كلهم معظمهم لهجتهم واحدة. لكن في الجزائز تلقى فيه. الجزائز تلقى عندهم في فرق في النطق الكلمات. في نطق الكلمات. ايوه. وطيب فيها مفردات، ما في مفردات ثابتة لهم لكل قبيلة وكل فخذ؟ لا واحد. ما كلهم في. واحد. كلهم واحد. يعني حتى بنستعمل كلمات أرعى. نعم هذه من الكلمات المعروفة. أيوة. طيب هذه أرعى موجودة الآن عندنا في الشمال إلى الآن اليوم. في طيب أبو عبد الله قبل نختم، اللي هو الشعراء المعاصرين والشعراء القدامى في قبيلة الرشايدة. يعني أنا سمعت شعر والله يعني ربما أن الإعلام عندكم هناك ما يوصلنا يعني تاريخ الرشايدة أو الشعر القديم. في وقت كان عندنا هنا في المملكة الإعلام قوي للشعراء عندنا والدولة تهتم بالشعر، لكن أنا وجدت شعر قديم رواه الشعراء كبار اللي عندكم. الشعر عندنا شعر قديم ولكن في الحداثة. يمكن أعطيك أنا واحد بين الحداثة وبين القديم. الشاعر مبارك مسعود، هذا شاعر فحل وشاعر معروف طبعا. نعم. بعده الجيل الثاني اللي هو مثلا
وفي قبلهم هذا طبعا معاصرين. انا ابغى القدامى برضو، القدامى الكبار القدامى. القدامى